لقد تم اليوم النزول إلى منطقة القائم والوقوف على آبار كما تشاهدون في منطقة القائم، وبتوجيهات من معالي النائب العام حفظه الله القاضي قاهر مصطفى علي تم النزول اليوم وتدشين إجراءات التحقيق والمعاينة، وتم الوقوف على هذه الآبار التي تشاهدون، وإن شاء الله بإذن الله الإجراءات تمشي ومستمرة، وسيتم النيابة العامة يعني اتخاذ إجراءاتها والقيام بمهامها وملاحقة الفاسدين ومن ينهب بالثروة، وسيطبق القانون على الجميع، وبإذن الله سيتم التحقيق يعني واسع وشامل بجميع الوقائع فيما يتعلق بالإنشاء ومن الأشخاص اللي مشغلين والممولين ومن الأشخاص اللي ينهبوا الثروة، والقانون سيطبق على الجميع، نطمن الجميع والقانون سيطبق على جميع الفاسدين، ونطمن الجميع بأن النيابة العامة وبتوجيه معالي النائب العام حفظه الله قد استمرت ودشنت عملها يومنا هذا، وبإذن الله سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.